اوعى تعدي من جنب أي ترعة بالليل، لأن دي ممكن تكون آخر مرة تتشاف فيها تاني. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في شاب اسمه محمود، في يوم وهو راجع من الشغل متأخر لقى الطريق الأساسي فيه إصلاحات، فاضطر يعدي من الطريق المختصر اللي بيمشي فيه جنب الترعة. وهو ماشي الجو كان ساكت بشكل يخوف، حواليه كله هادي، والمية في الترعة سودة كأنها بتبلع النور. وبعدها صوت ست بينادي باسمه، وقف متجمد مكانه وعيونه راحت ناحية الترعة. هناك كانت واقفة ست طويلة، شعرها سايب، وشها باين، بس عينيها سودة تماما، نظرتها مسمرة عليه. من غير ما يحس رجليه بدأت تتحرك ناحيتها كأنه مسحور. كل خطوة يقرب الصوت يزيد، وهو مش قادر يوقف نفسه لحد ما لقاها واقفة على حافة الترعة ومدت ايدها. فجأة حس كأن قوة بتسحبه للترعة، المية شدته بقوة وغرقه تقريبا كان مؤكد. لكن في آخر لحظة ايده لمست جذع شجرة، مسك فيه بكل قوته وطلع نفسه بالعافية. رجع بيجري وهو بينهج. لكن من الليلة دي وفي نفس الساعة اللي عدى فيها جنب الترعة يسمع نفس الصوت بينادي عليه، ومش عارف جاي منين. لو كنت مكان محمود كنت هتنتبه للصوت وتروح ولا تكمل مشي؟ قول لنا في التعليقات.